سبقونا وما سبقونا وما سبقونا. انا ما سبقونيش الله، داكور. انا تسرقت، انا اون 2011 تسرقت والمغرب ابروفيتي وقاعد اتفرج عليه بعين الشام. باحتراماتي انا الشعب المغربي على عيني وراسي. نحكي هنا لوبيات سياسيه، داكور. تسرقنا احنا في الفوسفات وتسرقنا في التوريزم وتسرقنا، والناس على حسابنا بلاصه اللي تكفى معاك وتعاونك مشيت الى بروفيتي وقوا وقوليتها من تحتيه. المغرب ترشحت للكارت فينال صحيح كونكورونس، ولكن حق لا سيوسف احنا ما عندناش انا بكري نسمع فيكم وانا نغلي وساكت. المغرب ليكيب ناسيونال نتاعها ترشحت للكارت فينال. قداش فيها من لاعب يكتب في المغرب؟ فيها زوج من البطوله المغربيه على ما اظن، بدر بنون واليوم في قطر توا. الور ما هماش نتاج بطوله مغربيه او كره مغربيه محليه. لا مش نحكيو على النتيجه نتاعها، قول لي بطوله منها خاطر عندهم انفراستركتور توا صح عليهم بالفوسفات والتوريزم اللي زادوا هزوا على ظهرنا حتى شبهوا داكور. مي احنا نتسميو عاملين باش معجزه قدام المغرب، الظروف وبالترنات اللي تصلح مراعي تاع غنم. احنا مشينا للمونديال وعملنا نيلو وربحنا ماتش وخسرنا ماتش وضيعنا ترش، واحنا انديتنا قاعده تسبقوا في تيتر افريكا. هذا قلناه. واحنا كي ترجع للبالماريس تونيزي ماروك، ايكيب تونيزيان ايكيب ماروكان تلقى تونس بالفوق على مستوى المنتخب وعلى مستوى الانديه بالامكانيات تاعنا، بالترنات الزبله اللي عندنا، بالترنات اللي ما عندناش. احنا خير وهنا لا. إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان في هذا الفيديو غادي نتكلم وغادي نكون غادي نلخص، غادي نكون موجز بزاف، لأنني غادي نرجع فيه فقط على واحد الإنسان، واحد التونسي، واحد بوصليعة، واحد القرع ديال واحد التونسي اللي كان في واحد اللقاء صحفي إعلامي ما بين التونسيين، وبداو كيجبدوا في المغرب كذلك، ويجبدوا المقارنة ما بين المغرب وتونس في كرة القدم، وقال لك يدعي بأنه تونسية أحسن من المغرب، وثم انتقل بعد ذلك كيتكلم على ان المغرب كيسرق له الفوسفات وكيسرق له السياحه والى غير ذلك، وبان المغرب استغل الفرصه وبدا كيبني في الاقتصاد ديالو. المهم السيد قال لك انه هو دابا بدا كيتكلم على البالماريس، قال لك بان تونس عندها واحد البالماريس على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه اللي هي احسن من تونس، رغم ذلك كيفاش ان المغرب غيوصل لنصف النهائي ديال كاس العالم. هو تكلم على الربع لان هذه الهضره هذه قالها ملي كان المغرب تاهل ديال الربع النهائي، ولذلك انا قررت باش نجاوب هذا التونسي هذا البوصليعه هذا، غادي نجاوبو كذلك بالبالماريس. نهضر معاك القرع يا الصلع بالبالماريس. خصك اولا قبل ما تبقى تدخل وتتكلم على شي حاجه تكون عندك المعلومات، وهذا الموضوع هذا انا خصيصا بحثت على المعلومات وجبت المعلومات ديالو. باش نتكلم معك بالبالماريس غادي نقول لك عدد المواجهات ما بين المنتخب المغربي والمنتخب التونسي باسرها، سواء في الاقصائيات الافريقيه او الاقصائيه ديال كاس العالم او المقابلات الوديه او الى غير ذلك. جميع المقابلات اللي تجرات ما بين المغرب وتونس كتقدر ب 37 مقابله. هاد 37 مقابله هذه كان فيها 7 ديال المرات ديال الانتصارات ديال المنتخب المغربي الوطني على نظيره التونسي، وكان 7 ديال الانتصارات للمنتخب التونسي على نظيره المغربي، وكانت هنالك 23 مقابلة فيها تعادل بين الفريقين، بمعنى أن ليس هنالك لا غالب ولا مغلوب، يعني أن التعادل في كل شيء. هنا في حيث مقابلات نطلق لك النتائج ديال على مستوى ديال نتائج المنتخبين المغربي والتونسي على مستوى الكأس العالم، الإقصائيات ديال كأس العالم. المنتخب التونسي شارك في كأس العالم بما فيها هذه النسخة ديال 2022 6 مرات. المنتخب المغربي شارك في إقصائيات ديال كأس العالم كذلك 6 مرات إلى حدود هذه النسخة هذه ديال 2022، وبما أن هنالك التعادل في المشاركات في كأس العالم ما بين المنتخبين المغربي والمنتخب التونسي. هذا من جهة. من جهة ثانية النتائج، المنتخب التونسي 6 مشاركات في كأس العالم، 6 مرات الخروج من الدور الأول خاوي الوفاض. المغرب في 6 مشاركات تمكن في سنة 1986 وكأول منتخب عربي يمر إلى الدور الثاني من إقصائيات كأس العالم. الأولى التفوق الأول في سنة 2022 تخرج كذلك من الدور الأول، لنقول بأنه خروج مشرف لتونس. المغرب في نصف النهائي ديال كأس العالم، تفوق واضح وشارخ، واضح وشارخ. لنتكلم عن القيمة المالية للمنتخبين، المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. تبلغ القيمة المالية للمنتخب التونسي 61 مليون أورو،
61 مليون اورو، واغلى لاعب عندكم في تونس هو 13 ديال المليون ديال الاورو. تبلغ القيمة المالية للمنتخب الوطني المغربي 232.3 مليون اورو. ويعتبر اللاعب أشرف حكيمي من أغلى اللاعبين المغاربة، حيث قيمته المالية تساوي 65 مليون أورو، بمعنى أن قيمة اللاعب حكيمي فقط لوحده أغلى من قيمة منتخب تونس بأسره. تفوق واضح وشارخ. هذا البالماريس، هذا هو البالماريس اللي غنتكلم معك أبو صرار. على مستوى الأندية، وأتكلم هنا الأندية التونسية والأندية المغربية في المسابقات القارية، لست أتكلم عن الألقاب المحلية. بالنسبة لألقاب تونس القارية 6 ألقاب فقط، 6 ألقاب فقط، وكان آخر لقب أمام الوداد وبالغش والتحكيم وتهريس الفار، بحيث أن الوداد كانت ستنزع منكم اللقب بالرادس، وليكون لديكم فقط 5 ألقاب على مستوى جميع الأندية التونسية. عدد ألقاب الأندية المغربية، ألقاب الأندية المغربية تساوي 18 لقبا، 18 لقبا. الفرق شاسع وواضح أيها الأقرع الأصلع. نتائج الأندية على المستوى العالمي: الرجاء المغربي العالمي وصل إلى نصف نهاية كأس العالم للمرة الأولى، ووصل في المرة الثانية إلى النهائي ديال كأس العالم. الأندية التونسية لم تحط قدمها أصلا في كأس العالم للأندية البطلة. الفرق شاسع وواضح. هذا هو البالماريس أيها الأقرع والأصلع. عن ماذا تتحدث إذن؟ عن ماذا تتحدث؟ هذا هو البالماريس ديالكم، هذا هو البالماريس ديالكم. بالإضافة إلى أن كل ها6 ديال الألقاب ديال الأندية اللي فرعنا بها الراس ديالك واللي تم التتويج ديالك بها كلها بالغش، كانت بالكولسة. لما تخرج كرة القدم من القارة الإفريقية، من قارة الكولسة، من قارة المحسوبية، ومن قارة الزبونية، ومن قارة الرشوة، لا تصبح لكم أي قيمة. والدليل أن بمجرد أننا ما نخرج من قارة إفريقيا ونواجه العمالقة ديال أوروبا، المغرب يفرض ذاته. في سنة 1986 وتأهلنا من إفريقيا بمشقة الأنفس للاعتبارات ديال التحكيمية، ولكن عندما وصلنا إلى العالمية لإجراء مقابلات ديال كأس العالم فرضنا أنفسنا أمام الأندية الأوروبية الكبرى وتأهلنا إلى الدور الثاني. وأذكرك أنك في 1986 وقفنا في وجه ألمانيا وتعادلنا مع ألمانيا، وضربنا بولونيا وتعادلنا مع إنجلترا، وضربنا البرتغال ب3 أهداف لهدف واحد، ومررنا إلى الدور الثاني من كأس العالم، في حين أنتم تخرجون من الدور الأول. لأقول لكم إنه الخروج المشرف يا تونس حتى أحافظ على ماء وجهكم. لا تتكلموا ولا تقارنوا أنفسكم بالمغرب أبدا. في سنة 2022 ها نحن في نصف النهائي الآن من كأس العالم، لأننا خرجنا من كولسة إفريقيا وواجهنا الأوروبيين، ونواجه الأوروبيين بحكام الأوروبيين نزيهين. نحن في نصف نهائي كأس العالم وفي التاريخ للقارة الإفريقية والعالم العربي بأسره. تحدثت أيها الأقرع والأصلع، وأردت أن تبرر أن وصول المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم، وهو الآن في نصف النهائي كأس العالم، على اعتبار بأن المنتخب الوطني المغربي جل لاعبيه من أوروبا. أين هي المشكل؟ أين هو المشكل؟ إنه مغربي يقطن في أوروبا أو في المريخ أو في الجزيرة الوقواق، إنه مغربي يدافع عن وطنه وعن وطنيته. هل أنت شخصيا أيها التونسي كرهت أن يكون لديك لاعبين محترفين في باريس سان جيرمان وريال مدريد وبي اس في ايندوفن واتلتيكو مدريد واشبيليا وفيورنتينا لا 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 لا، انت ما كرهتش يكون عندك اللاعبين ديالك محترفين في اوروبا، ولكن ليست للاعبيك القدرة على ان يحترفوا في الاندية الكبرى الاوروبية، لانهم مثلك انتجتهم امثالك هم من انتجوا هؤلاء اللاعبين. لا تقارن نفسك،
لا تقارن نفسك بأي لاعب مغربي. كل اللاعبين المغاربين في أوروبا يحملون الجنسية المغربية ويدافعون ويقاتلون من أجل وطنيتهم ومن أجل وطنهم، ولست أنت المخول في أن تمنحهم الجنسية أو الوطنية أو لا. أنا أتكلم معك من الولايات المتحدة الأمريكية وبجنسية أمريكية، ولكنني مغربي. ها هي راية المغرب ترفرف أمامك، هذه راية الوطن، الله الوطن الملك. ولتنتحر أيها أبو صلعة، ماشي انت اللي تحدد لي انني انا مثلا مغربي مقيم في امريكا وتقول لي اذا هذاك مغربي مقيم في امريكا. مغربي مقيم في امريكا ولكنني مغربي حتى النخاع، حتى النخاع. اتصدى لاي كيفما كان ان يمس وحدة الوطن ويمس ملك المغرب. ذاك خط احمر. مغربي مقيم في الخارج وافتخر بمغربيتي وبوطنيتي أيها التونسي الأصلع. ثانيا، تقول بأن المغرب سرق منك الفوسفات والسياحة. عن ماذا تتكلم؟ عن ماذا تتكلم؟ عن ماذا تتكلم؟ المسافة ما بين المغرب وتونس 2000 كيلومتر، فكيف إذا سرق منك المغرب الفوسفات؟ كيف؟ من يسرق من؟ المغرب يعتبر المغرب الأول عالميا من الاحتياط ديال الفوسفات، يمتلك 70% من احتياط الفوسفات، والمغرب كان يزودك بالفوسفات، كان يزودك بالطماطم والخضر والفواكه والزيت وكل شيء وبثمن رمزي. لكن الفهمة ديالكم الخاوية ديال الناس اللي كيحكموا تونس، ولا لا أقصد الشعب التونسي، ولكن الفهمة ديال الناس اللي كيحكموا تونس هم اللي يتحملوا المسؤوليه ديال الانهيار ديال الاقتصاد ديال تونس. الانهيار ديال الاقتصاد ديال تونس. باغي انت تجي تستضيف لي بن بطوش، تستضيف لي بن بطوش وتقول لي انا باغي نعطيك انا الطماطم وماتيشه والى غير ذلك. لا يا لا 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 يا فلان، لا يا فلان، لا يا فلان، لا يا فلان. تنكرتم للمغرب مرتين، هذو كانوا واضحتين. عندما تدخلت الجزائر وقصفتكم في قفصه، قصفتكم وقتلت ابناءكم داخل وطنكم ولن تحركوا ساكنا. وكان الحسن الثاني قد أرسل لكم رسالة أنه بإمكانه أن يتدخل لينقذكم. في عهد كوفيد، في عهد كوفيد واقتصادكم منهار في الحضيض، قرر ملك المغرب أول ملك في العالم ورئيس في العالم حتى الدولة التي تجاوركم لن تمد لكم لا شيء، لا يد المساعدة ولا شيء، وقرر أن يغامر بحياته وأن يزور تونس ويتجول في شوارع تونس من أجل أن يدعم السياحة في تونس. وفي آخر المطاف تقول نريد أن نسرق منك السياحة. موقعنا الجغرافي يختلف عن موقعك الجغرافي تماما، والبعد بيننا وبينك بعد شاسع 2000 كيلومتر. فلست أنت التي توجد على ضفة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، فذاك هبة من الله هباها علينا، ما تقدرش تحيدها لا أنت ولا غيرك. موقعنا الاستراتيجي، بلدنا الجميل بطبيعته الخلابة، شعبنا الجميل المضياف الكريم المتفتح لكل إنسان، المحتضن لكل إنسان، جعل من المملكة المغربية دولة سياحية لست كما تعتقد أيها الأصلع. وبالتالي لا يمكنك أبدا أن تقارن، وليس من حقك أن تقارن المغرب بنا. قارن دولتك بدولتك نفسها أو قارنها مع المريخ. ما علاقة المغرب بك؟ ما علاقة المغرب بك أيها الأصلع؟ ما علاقتنا بك؟ لا علاقة تربطنا بك. أنت وما فهمته من كلامك هذا تحاول فقط أن تحول أنظار التونسيين الآن الذين يقومون بمظاهرات يومية من أجل الحصول على حقوقهم كاملة، تحاول أن تغير أنظار تونس التونسيين إلى الخارج وإشغالهم بمشاكل خارجية لا علاقة لك بهم. إنك تمشي على خطى دولة الزريبة التي تجاورنا، ولقد جربت. لو كانت لديك من الحكمة والعقل لكنت قد درست هذه 50 سنة. ودولة الجوار التي تعانينا فما هو حالها الآن؟ ها هو حالها الآن. ولكنك رغم ذلك قررت أن تمشي على خطاها. فإن أنت مشيت على خطاها فتحمل العواقب مع الشعب التونسي، وحاور الشعب التونسي، وتكلم مع الشعب التونسي. ومن هذا المنبر أوجه التحية للشعب التونسي. صدقوني
أنكم إن لم تقوموا بثورة تطهيرية ليست كالثورة السابقة فقط الرئيس، ثورة تطهيرية من جميع الأوغاد الذين يسيطرون على المؤسسات التونسية بأسرها، بما فيها يعني الاقتصادية والشركات، بما فيها يعني القضاء، بما فيها يعني العسكر، بما فيها الأمن. كل المؤسسات التونسية يجب تطهيرها بثورة تختلف عن الثورة الأولى مهما كلفكم الثمن. لأن إن لم تقوموا بثورة أخرى وأنجع وأحسن من الثورة الأولى وأشد وكرا على الأعداء الذي يحكمونكم، فصدقوني أن يعني مستقبلكم ومستقبل تونس سيذهب إلى الهاوية، ولن تجدوا من مسؤوليكم برئيسكم من أعلى هيئة ألا وهو الرئيس التونسي إلى المحيط الذي يعملون معه ببرلمانيكم بكل شيء، كمثل كذلك هذا الإعلامي هذا الوغد هذا الأصلع الذين يحاولون يعني إمالة الرأي ديال التونسيين نحو الخارج. أنتم شعب تونسي، ولا أعرف الشعب التونسي شعب واعي ومثقف ويعرف الخطابات، يعرف الخطابات. الحكومة التونسية هي تمشي ضد الشعب التونسي وضد مصالح وقرارات الشعب التونسي. عليكم بثورة لا تبقي ولا تذر شيئا. عليكم بثورة حقيقية. أوجه لكم هذا الكلام. وإن لم تقدروا على الثورة من أجل تمشيط تونس من هؤلاء الأوغاد، فقولوا لأوغادكم ولحكامكم السفلة أن يكفوا عن الكلام عن المغرب، فلا علاقة بيننا وبينكم أبدا، لا علاقة تربطنا، وعلاقتنا هي يعني تحكمها رغم أن العلاقات التاريخية الطويلة التي جاء هذا الرئيس الأحمق الأهبل والذي ضربها عرض الحائط وهدم كل شيء، وفي الأخير يريد أن يلوم المغرب. يا شعب تونس، يعني ماذا؟ يضربوننا في الظهر ويريدوننا أن نمولهم وأن نساعدهم. هذا شيء من الخرافات، من الشعوذة، لا يمكن لأي عقل وأي منطق أن يتقبله. إذن عليكم شيئين اثنين: إما أن تقوموا بثورة طاحنة لا تبقي ولا تذر، وإما عليكم أن تلجموا حكامكم ورؤسائكم ويبقى الشأن الداخلي التونسي داخليا. تقاتلوا أو تحملوا مشاق الحياة هناك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.